الريل ده للبنات بس، نو بويز الاود، وكان جارسون ني اوتوريزي. تعالي لي بقى يا بنوته، عمرك فكرتي ايه اللي بيحصل لك كل شهر؟ البيريد اللي قرفاكي دي انت عارفه انها سر الحياه كلها؟ هتقولي لي سر حياه ايه؟ بلاش اوفر، دي فعلا بتقرفني كل شهر. اقول لك لا خالص، تعالي وانا هحكي لك. جهازك التناسلي يا بنوته متكون من جزئين اساسيين، المبايض والرحم. المبايض وظيفتها من اسمها انها تطلع بويضه كل شهر. كل شهر المبيض بيطلع بويضه بالتناوب مع بعض، شهر المبيض اليمين وشهر المبيض الشمال، وهكذا. هتيجي تقولي لي اها هو ده بقى البيبي اللي بينزل؟ هقول لك لا يا فلحه، طبعا البويضه مش البيبي، البويضه نص البيبي. نص البيبي التاني موجود عند الراجل، ولازم النصين يتحدوا ببعض عشان يبقى البيبي. المهم اول لما بيجي الوقت في الشهر اللي هتطلع فيه البويضه او الاوفم او الاوفيول، بيبدا هرمون اسمه بروجستيرون يروح للرحم اللي قاعد تحت ويصحصحه كده ويقول له جاهز يا باشا، في بويضه جايه عليك في الطريق، استعد عشان تستقبلها. الرحم بيسال البروجستيرون وبيقول له حاضر هجهز حالا، بس قول لي بس اللي جاي عليا ده بيبي كامل ولا نص بيبي؟ يعني اللي جاي عليا ده بويضه بس ولا بويضه ملقحه؟ البروجستيرون بيقول له صدقني ما اعرف، انا ما اعرفش، بص جهز نفسك، وضب حالك واعمل لنا البطانه الحلوه الجميله بتاعتك، وجهز نفسك على اساس انه بيبي، وكده كده يومين 3 وهنعرف. الرحم بيسمع كلام البروجستيرون وما بيكدبش خبر، ويجري يجهز نفسه. بيجهز نفسه ازاي بقى؟ يبدا يعمل بيت للنونه اللي جاي ده المفروض انه هيعيش جواه 9 شهور، بس ده لو طلع بيبي كامل. وطبعا ال9 شهور دي هي فتره الحمل، فبيبدا بقى بمساعده البروجستيرون يعمل طبقات كتير قوي من الدم والأنسجة المليانة دم برضو علشان يبقى بيت للبيبي وبطانة يتسند عليها البيبي ويبقى مكان مريح. ويقعد بقى البروجستيرون والرحم مستنيين على نار، يا ترى اللي جاي علينا ده بيبي ولا مش بيبي، بيبي ولا مش بيبي. وأول ما بينزل عليه البيبي بيتفاجئ إيه بقى؟ إنه ما طلعش بيبي، طلع بويضة مش ملقح، ده نص بيبي بس. الرحم والبروجستيرون بيتجننوا وبيزعلوا قوي على المجهود اللي عملوه والدم والأنسجة اللي جمعوها عشان تبقى بطانة البيبي. البروجستيرون بينهار، مستواه بينزل جدا 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 في الدم. وأول لما الرحم بيشوف إن صديقه العزيز الوحيد سابه ومشي، بيكتئب هو كمان وبيروح هادد البيت على اللي فيه، وكل البطانة اللي بناها الأنسجة بالدم بالبويضة اللي نزلت بيروح هاددها وفككها وبيرميها بره الرحم. وهي دي بقى البيريد يا بنوته. هسألكوا سؤال بقى وعايزاكوا تردوا عليا في الكومنتس، ايه اللي بيحصل لو نزل الرحم بيبي فعلا، يعني بويضة ملقحة؟ هستنى ردكم.